الأخلاق وفساد العقول بالنسبة للزوجات وللأزواج. فالنهاردة أسباب ارتفاع نسبة الطلاق هي قائمة أعيان الجهاز. النهاردة ست متزوجة على ذمة جوزها، معاها قايمة أعيان الجهاز، يحصل خلاف بسيط ما بينها وبين جوزها، الصبح تروح لمحكمة الأسرة، المحامي يشتغل يرفع تبديد أعيان جهاز ويرفع دعوى تسليم أعيان جهاز ونفقة زوجية وإذا كان في أطفال. طب ما احنا عاوزين نمنع الحاجات دي يا جماعة، عشان نسبة الطلاق ارتفعت وصلت لحوالي 90% من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق هي قائمة أعيان الجهاز. أيوة أنت أبو الزوجة عاوز تحفظ حق الزوجة، المفترض بينكتب القايمة ولكن بينكتب شرط في آخر القايمة اللي هو الإقرار، أقر أنا الزوج فلان الفلاني بأنني استلمت أعيان الجهاز وأكون ملزم بردها أو تسليمها، مش عند طلبها بقى، بقول عند لا قدر الله يعني عند الطلاق أو الوفاة. يبقى النهاردة الزوجة ما ينفعش ترفع دعوى قائمة أعيان جهاز طول ما هي على ذمة زوجها. لما يحصل خلاف يبقى رجل من عندها ورجل من عنده ويحلوا الخلاف. طب الخلاف ما تحلش وهنشوف ان الزوج معاند وبيعاند زوجته ومرضاش يطلق، فهو كده غالي لايديها ان هي ما ترفعش قائمة عيان جهاز. هنقول لا، هنكتب في القايمة كده وفي حالة، طبعا ما حدش هيقدر يعني ما حدش هيقبل يكتب كده، بس انا بقول حلول. وفي حالة رغبة الزوجة في استلام أعيان جهازها عندما يصدر لها حكم بالطلاق أو الخلع، يبقى لو الحياة مستحيلة ما بينهم يبقى حضرتك قبل ما تشتكي جوزك بقائمة أعيان الجهاز ترفعي خلع أو ترفعي دعوى طلاق، ولما المحكمة تحكم تبقى تستلمي بقى تشتكي بأعيان الجهاز. ولكن القائمة ما تبقاش سبب في حبس الزوج أو يترفع عليه دعوة وتستلم ذلك في مركز الشرطة وإهانة، وخاصة لما يبقى في أطفال ويبقوا شايفين أبوهم اللي شقى عمره كله بيوظف في أعيان جهاز وبيتعرض قدام مركز الشرطة والحياة بتبوظ، وطبعا بيحصل انقسامات ويحصل النفوس بقى بتتملي، وللأسف الشديد الخراب ما بيجيش إلا من هنا. فأنا يعني بالنسبة للزوجة أنا حفظت حقك وبقول لك ما ينفعش تشتكي جوزك بقى إلا بعد الطلاق أو الخلع أو الوفاة. طيب بالنسبة لحقوق الزوجة بقى عند الزوج أنا حفظتها لك، قلت لك لو الحياة غير مستحيلة بينك وبين زوجك خلاص ارفعي خلع. الخلع مش هيسقط حقك ان انت تطالبي باعيان الجهاز، ولكن ما ينفعش يا جماعه تبقى انت على ذمتي وتروح تشتكيني الصبح بقائمه عيان جهاز. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه الزوج بيجيب عيان جهاز والزوجه بتجيب عيان جهاز، ما نكتبش ليه القائمه عيان الجهاز اللي جابتها الزوجه ونقول ان الزوج ملزم بردها ولكن ملزم بدفع ثمن الحاجات اللي هو جابها هو. انت هتاخديها ليه؟ ده انا اللي جايب الحاجه وانا اللي مستعملها، خلاص مش من حقك. بدل انت يعني كارهه وعاوزه تطلقي هدفع لك ثمن الحاجه. مش النهارده وفاجئ ان الزوجه كاتبين الذهب مثلا 20 جرام 50 جرام من 20 سنه، والنهارده اشتكيت ويقول لك انا عاوزه جرامات والمحكمه تحكم لها بجرامات، هو كان جايبه ب 1000 جنيه النهارده بتحكم لها ب 100,000 جنيه. فاحنا عاوزين الموضوع مش موضوع ان انا باجي على حق الزوجه او حق الزوج، الموضوع ان احنا عاوزين نعمل ترابط اسري ما بين الزوجه والزوج بحيث الحياه تستمر، خاصه لما يبقى فيه اولاد. فانت يا زوج لما تيجي تكتب القايمه هتقول يحق لي
تسليم هذه القائمة لزوجتي عند أقرب الأجلين، الطلاق أم الوفاة. يبقى كده احنا حددنا. وعاوز تكتب كمان ولا يجوز طلبها أثناء قيام العلاقة الزوجية. يبقى أنا حفظت حق الزوجة وحفظت حق الزوج. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي استفسار حضرتك اتصل على 0100 5 225 765. مكتب عماد حامد المحامي بالنقد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.